أهلا بكم يا سنة تانية إعدادي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني وأول درس تاريخ بعنوان الدولة الأموية من 41 هجرية ل 132 هجرية. متنساش تشترك في جروب التليجرام، هينزل عليه أسئلة مهمة، وأسيب لك الرابط في أول تعليق. هنشرح المنهج بالكامل، والمنهج سهل وبسيط، بس انت تابع معاي وذاكر إن شاء الله. المادة هتبقى سهلة وهتجيب أعلى الدرجات. المنهج 3 وحدات. الوحدة الأولى درس تمهيد عصور الخلافة الإسلامية. الدرس الأول الدولة الأموية من 41 هجرية ل 132 هجرية. الدرس الثاني الدولة العباسية من 132 هجرية ل 656 هجرية. الدرس الثالث الدولة الفاطمية بمصر من 358 هجرية ل 567 هجرية. الدرس الرابع الدولة الأيوبية من 569 هجرية ل 648 هجرية. الدرس الخامس دولة المماليك من 648 هجرية ل 923 هجرية. والوحدة الرابعة تتكون من درس تمهيد و3 دروس، والوحدة الخامسة تتكون من درسين. درسنا النهاردة التمهيد اللي هي عصور الخلافة الإسلامية، والدرس الأول اللي هو الدولة الأموية من 41 هجرية ل 132 هجرية، 661 ميلادية ل 750 ميلادية. درسنا في الفصل الدراسي الأول كيف نشأت الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الخلفاء الراشدين أدت الفتنة بين المسلمين إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، واقتسم المسلمون إلى فريقين: فريق مع الخليفة علي بن أبي طالب، والفريق الثاني معاوية بن أبي سفيان والي الشام. ومقتل علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج، وانتهى عصر الخلفاء الراشدين عام 40. في سنة 41 قامت الدولة الأموية. قيام الدولة الأموية. عاوزك تعرف كان عاصمتها دمشق، وعدد خلفائها كان 14 خليفة. مدة حكم الدولة الأموية 91 سنة. الدولة الأموية وهي تنسب إلى الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سفيان، تأسيسها قامت سنة 41 هجري، وقامت عام 41 هجري على يد مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. بعد إيه؟ بعد ما تنازل الحسن، تنازل عن الحكم ليه، اللي هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب، عن الخلافة، وبايعه هو وأخوه حقنا لدماء المسلمين. فاستبشر المسلمين خير، ورأوا أن ما فعله الحسن تحقيق لنبوءة جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي عام 41 بعام الجماعة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي ما المقصود بعام الجماعة؟ اللي هو عام الجماعة يعني الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة مين؟ معاوية ابن أبي سفيان، خليفة للمسلمين. خد بالك معاي إن قيام الدولة الأموية قامت عام 41 هجرية على يد معاوية ابن أبي سفيان، بعد أن تنازل له الحسن ابن علي ابن أبي طالب عن الخلافة، وبايعه وهو وأخيه الحسين حقنا لدماء المسلمين،
وجمعا لكلمتهم. واستبشر المسلمين خيرا على ما فعله الحسن، وهو تحقيق لنبوة جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي عام الجماعة. مقصود بعام الجماعة الذي اجتمع فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين. الدولة الأموية كان عاصمتها دمشق، عدد خلفائها 14 خليفة، مدة حكمها 91 عاما. هنتكلم عن أشهر خلفاء الدولة الأموية وأهم أعمالهم. الدولة الأموية زي ما قلنا عدد الخلفاء 14، هنتكلم عن 4 منهم، اللي هو مين؟ معاوية ابن أبي سفيان، ودي أول خليفة. عبد الملك ابن مروان، وده الخليفة الخامس. الوليد ابن عبد الملك، وده ترتيبه السادس. عمر ابن عبد العزيز، ده الخليفة الثامن. معاوية ابن أبي سفيان مؤسس الأول للدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان المؤسس الثاني. الوليد بن عبد الملك يطلق على عصره في الخلافة العصر الذهبي. عمر بن عبد العزيز يطلق عليه الخليفة الزاهد، وهو خامس الخلفاء الراشدين. معاوية ابن أبي سفيان اللي هو المؤسس الأول الدولة الأموية قبل تولية الخلافة أطلق عليه كان إيه؟ كان من كتاب الوحي. وتاني شارك في حروب الردة. أما خلافته تولى الخلافة سنة 41 هجرية حتى وفاته عام إيه؟ سنة 60 هجري. ترتيبه زي ما قلنا أول خلفاء الدولة الأموية. أهم أعماله جمع كلمة المسلمين، نقل عاصمة الخلافة منين؟ من الكوفة إلى دمشق، حتى إيه؟ يكون بين مؤيديه. ممكن يجيب لي سؤال: نقل معاوية ابن أبي سفيان المؤسس الأول للدولة الأموية عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق، بما تفسر؟ أقول له حتى يكون بين مؤيديه. أنشأ إيه؟ ديوان الخاتم لحفظ إيه؟ وختم مراسلات الخليفة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي: أنشأ معاوية ابن أبي سفيان ديوان الخاتم، بما تفسر؟ يبقى لحفظ وختم مراسلات الخليفة. أنشأ نظم البريد، أدخل نظام الوراثة. الحكم يبقى للخلفاء الأمويين أو للدولة الأموية فقط. أدخل نظام الوراثة. واصل حركة الفتوحات الإسلامية. اهتم بالبحرية الإسلامية. اهتم بالعمران، فشيدت في عهده مدينة القيروان. يعني تاني أهم أعمال الخليفة معاوية ابن أبي سفيان اللي هو المؤسس الأول للدولة الأموية إنه جمع كلمة المسلمين، ونقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق حتى يكون بين مؤيديه. وممكن يجيب لي سؤال ويقول لي: نقل معاوية ابن أبي سفيان
عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق بما تفسر، أقول حتى يكون بين مؤيديه. أنشأ ديوان الخاتم لحفظ وختم مراسلات الخليفة، ممكن يجيب لي سؤال. أنشأ معاوية ابن أبي سفيان ديوان الخاتم بما تفسر لحفظ وختم مراسلات الخليفة. أنشأ نظم البريد، أدخل نظام الوراثة في الحكم، واصل حركة الفتوحات الإسلامية، اهتم بالبحرية الإسلامية، اهتم بالعمران، فشيدت في عهده مدينة القيروان. عبد الملك بن مروان اللي هو ترتيبه خامس خلفاء الدولة الأموية، وأطلق عليه المؤسس الثاني. خلافته عام كام؟ سنة 65 هجرية حتى وفاته سنة أو عام 86 هجرية. دي خلافته. ترتيبه زي ما قلنا خامس خلفاء الدولة الأموية. أهم أعماله قضى على على الفتن، وأعاد الاستقرار للدولة الأموية. لذلك اعتبر المؤرخون عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية. كمان عمل تاني؟ أمر بتنقيط المصحف. ليه؟ لأنه ما كانش في المصحف نقاط على الته والنون. أمر بتنقيط المصحف، كان صعب القراءة لأنه ما فيش نقاط فوق الته والنون، يعني وضع النقاط على الحروف عشان يسهل قراءته على حديث العهد بالإسلام. عرب الدواوين، يعني جعل لغة لغة الكتابة بها اللغة العربية. ضرب العملة الإسلامية، يعني صك عملة جديدة بعد أن كانت العملات رومانية وفارسية وغير ذلك. أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس، وواصل حركة الفتوحات الإسلامية. نقولهم تاني مع بعض، خد بالك. عبد الملك بن مروان خامس خلفاء الدولة الأموية، المؤسس الثاني. خلافته كانت عام 65 هجرية حتى وفاته عام 86 هجرية. أهم أعمال: قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة. لذلك اعتبروا المؤرخون عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية. وأمر بتنقيط المصحف، وضع عليه النقاط حتى يسهل لحديث العهد إنه يعرف يقرأ القرآن، لأن ما كانش في نقاط على الحروف. عرب الدواوين، يعني جعل لغة الكتابة اللغة العربية. ضرب العملة الإسلامية، يعني صك عملة إسلامية، لأن كانت العملات رومانية أو فارسية. أنشأ مسجد القبة في بيت المقدس، واصل حركة الفتوحات الإسلامية. الوليد ابن عبد الملك اللي هو سادس الخلفاء الدولة الأموية، وأطلق على عهده العصر الذهبي. الوليد بن عبد الملك اللي أبوه عبد الملك بن مروان. خلافته تولى الخلافة سنة كام؟ عام 86 هجري حتى وفاته عام كام؟ 96 هجري. ترتيبه زي ما نحن عارفين اللي هو سادس خلفاء الدولة الأموية. أهم أعماله: سمي عصره بالعصر الذهبي،
لأنه إيه؟ اهتم بالعمران، اهتم بالعمران. وإيه تاني؟ اهتم بالفتوحات الإسلامية. يبقى أهم أعماله اهتم بالعمران، عملية بالعمران، بنى وأعاد، احفظ دول وخد بالك وركز هتجيب الباقي، ووسع وإيه ومهد. بنى المسجد إيه؟ المسجد الأموي بدمشق. أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة. وسع الحرم المكي بمكة المكرمة. مهد الطرق وحفر الآبار. طب واهتم بيه تاني، اهتم بالفتوحات الإسلامية، حيث إيه؟ وصلت جيوش المسلمين إلى بلاد الأندلس غربا حتى إقليم السند شرقا. وصلت جيوش المسلمين إلى بلاد الأندلس، أدي بلاد الأندلس غربا حتى إقليم السند أهو عند الهند أهو شرقا. واهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء. عمر بن عبد العزيز أطلق عليه الخليفة الزاهد، اللي هو خامس الخلفاء الراشدين. أطلق عليه الخليفة الزاهد لأنه كان يشتري قبل الخلافة الرداء ب1000 دينار، وبعد خلافته كان يشتري القميص ب10 دراهم حتى يوفر لبيت المال. خلافته إن تولى الخلافة عام 99 حتى إيه؟ حتى وفاته سنة كام؟ 101 هجري. ترتيب ثامن خلفاء الدولة الأموية. أهم أعماله حافظ على المال العام. أعاد يعني إيه؟ ما وهب له من أموال هدايا وخلافه هو وزوجته لمين؟ لبيت المال. عملية تاني، طالب من بني أمية إرجاع ما أخذوه لبيت المال، وعين ولاة اتصفوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة. اهتم بالعمرة، إنشاء المساجد ومهد الطرق وحفر الآبار. عملية تاني، استصلح الأراضي فعم الخير. نشر الإسلام في البلاد المفتوحة القدوة والموعظة الحسنة. ممكن يقول لي إيه ما النتيجة؟ أدى ذلك إلى إيه؟ دخول الناس في دين الله أفواجا. مع بعض مرة تانية عشان خد بالك وركز معاي. عمر بن عبد العزيز، وهو يعرف عنه أنه الخليفة الزاهد، وهو خامس الخلفاء الراشدين، أنه تولى الخلافة سنة 99 حتى وفاته سنة 101 هجرية. ترتيبه الثامن خلفاء الدولة الأموية.
أهم أعماله أن حافظ على المال العام، حيث أعاد ما وهب له من أموال هو وزوجته لبيت المال، طلب من بني أمية إرجاع ما أخذوه لبيت المال، عين ولاة اتصفوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة، اهتم بالعمران، إنه أنشأ المساجد ومهد الطرق وحفر الآبار، استصلح الأراضي، فعم الخير ونشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة. ما النتيجة؟ النتيجة إن دخول الناس في دين الله أفواجا. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي أطلق على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين بسبب إيه؟ بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في أمور الدولة، وأعماله التي قام بها، اللي عملها يعني لصالح مين؟ مش لصالح نفسه، لصالح الدولة الإسلامية، أدى إلى إيه؟ انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية، بما تفسر أطلق على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، أقول له بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في أمور الدولة وأعمال التي قام بها لصالح الدولة الإسلامية، أدى ذلك إلى انتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية. ضعف وسقوط الدولة الأموية، إنه تولى 6 خلفاء ضعفاء بعد مين؟ بعد عمر بن عبد العزيز. كان آخرهم مين؟ مروان ابن محمد. 2 ضعف الأمراء والصراع بينهم. ليه؟ بدل ما يعين واحد يعين إيه؟ 2 في الولاية. 3 الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب، كانوا دايما في صراع. 4 كراهية الموالي الأمويين. مين الموالي دول؟ الموالي دول المقصود بهم اللي دخلوا إيه؟ الإسلام من غير العرب من البلدان المختلفة. وكراهية الموالي الأمويين لأنهم كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم، لأنهم كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم. 5 كثرة الفتن والثورات، اللي كانوا يقوموا بها مين؟ اللي كانوا يقوموا بها الشيعة والخوارج. 6 الدعوة العباسية. الدعوة العباسية اللي كان قائدها إيه؟ أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني من الموالين وكان يكره الأمويين لغاية ما تمكن العباسيون في هزيمة الأمويين في معركة الذاب. هزيمة الأمويين في معركة الذاب سنة كام؟ 132 هجري. قتل آخر الخلفاء الأمويين اللي هو مين؟ مروان ابن محمد في مصر. وبعد كده بايعوا مين؟ وتم مبايعة عبد الله ومبايعة عبد الله ابن محمد علي اللي هو أبو العباس خليفة للمسلمين. ليعلن إيه؟ ليعلن قيام الدولة العباسية وإيه؟ وسقوط الدولة الأموية.
يبقى أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية أن تولى 6 خلفاء ضعفاء بعد عمر بن عبد العزيز، وكان آخرهم مروان بن محمد. 2 ضعف الأمراء والصراع بينهم نتيجة لتعيين 2 في ولاية العهد. الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب وعلى الحكم. كراهية الموالي للأمويين لأنهم كانوا يرون، يعني الموالي كانوا يشوفوا أن الأمويين يفضلون العرب عليهم. 5 كثرة الفتن والثورات التي قام بها الشيعة والخوارج. 6 الدعوة العباسية قادها أبو مسلم الخراساني. وهزيمة الأمويين في معركة الذهب عام 132 هجرية. ممكن يجيب له سؤال ويقول لي ما النتائج؟ هزيمة الأمويين في معركة الذهب عام 132 هجرية، ما النتائج التي ترتبت على ذلك؟ قتل آخر الخلفاء الأمويين وهو مروان ابن محمد في مصر. بيع عبد الله بن محمد ابن علي أبو العباس خليفة المسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية. بكده خلصنا شرح الدرس الأول، تاريخ الدولة الأموية. متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك، وأي حد تعرفه في تانية إعدادي ابعت الفيديو وحط لايك. الفيديو لما يوصلك اسمعه وتحط لايك، نعرف إنه في ناس بتشاهدنا وعاوزانا نستمر. يدك معاي عشان نستمر، وتابع معاي وذاكر، وإن شاء الله المادة تبقى سهلة جدا معاك وتجيب فيها أعلى الدرجات. وشكرا. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق الدراسات الاجتماعية.